عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا طاجين سبناخ. كيما تراو لهنا قاعده نصمت في الدجاج، بصل، كركم، فلفل كحل، خليهم يغليو لين يقف على زيتو. لهنا اون باراليل قاعده نقلي في شويه بطاطا للطاجين. لهنا سمرت كعبتين عظم باش من بعد نقصهم طروف في الطاجين. لنا عندي ربطتين سبناخ غسلتهم واش خليهم يتسقطروا مليح، وبعد سامحوني ما صورتش لهنا دونك صوتيتهم على الطاجين، معناها هكاكا طول على في المقله صوتيتهم، وقاعده نعصر فيهم ربع ساعه هكاكا ونعصر فيهم لين يتنحى الماء منهم. لهنا باش نضيف السبناخ للخليط. توا ضفت الدجاج اللي سبطته في الماء والكركم، دونك خليته يقف على زيتو كما قلت لكم. توا ضفت الدجاج للخليط. باهي توا كعيبات العظم اللي سمطتهم قصيتهم طروف بالماشين، دونك باش نبدا نخلط فيهم. هنا عندي فرماج رابي ديليس ولا اي ماركه تحبوا عليها، نزيدوها للخليط. هنا باش نفقروا كعبات عظم في الطاجين، دونك عينكم ميزانكم في العظم، نجموا تستعملوا 4 5 6 انتوما والمكونات. يعني لهنا كعبتين بطاطا عليهم كيما تراو المكونات في الفيديو، دونك استحقيت لهنا جوز حاره وجوز كرامو حاره وجوز، دونك 6 كعبات. لهنا بعد ما خلطت المكونات مليح ندهن الطبق اللي باش نحط فيه بوركس بالزبده بالباهي باش ما يلصقش الطاجين من بعد، ومن بعد نصبوا فيه المكونات نتاعنا اللي عملناهم ونحطوه في الفرن على 180 درجه لمده نص ساعه.